وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سيادة المحافظ بيقول لي انت دخلت المسابقة اللي فاتت؟ أول مرة موظف إن شاء الله. القارئ اللي بتسمعوه في الفيديو دلوقتي هو الشيخ محرم العطار. الشيخ محرم العطار مشاركته في دولة التلاوة كانت مثيرة للجدل حبتين. يعني قارئ بشهرة الشيخ محرم، بأداء الشيخ محرم، ليه بيشارك كمتسابق في دولة التلاوة رغم ان هو كان ممكن يتم اختياره انه يكون واحد من اعضاء لجنة التحكيم؟ الشيخ محرم العطار من الاسماء اللي كنا منتظرين يتم اعلانها ضمن قراء اذاعة القرآن الكريم. اسمعوا الفيديو ده وعايزكم تشاركوني برأيكم في مشاركة الشيخ محرم العطار وكمان أدائه في دولة التلاوة كمتسابق. يلا بينا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. طبعا يا شيخ محمد انت عارف ده مقام ايه واللي فات ايه؟ ده نقول ده السكة ولا نقول عليه وزن إن شاء الله. واللي فات للأسف وقفت عليه. ما شاء الله عليك. نعم. هو بقى. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الله أكبر عليك. عليك. الله ما شاء الله. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يا شيخ محمد سيادة المحافظ بيقول لي انت دخلت المسابقة اللي فاتت؟ أول مرة سيادة المسابقة. موظف إن شاء الله. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. طبعا من غير مسألة انت عارف زي ما قلت افتح عليك. نعم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. عليك يا شيخ محمد زي ما قال لي طيب. تأكل عمال بقى وان شاء الله. عايزين نبين كده على قبل القرار. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لو وصلت لحد هنا ولسه مش مصدقني عن شهرة الشيخ محرم العطار، ممكن دلوقتي تدخل تبحث في السيرش عن الشيخ محرم العطار وهيجي لك ما شاء الله لا قوة إلا بالله
عدد لا حصر له من التلاوات في العزاءات والمناسبات الدينية، ما شاء الله لا قوة إلا بالله.